فما تحطيش نفسك تحت ضغط وحرمان. امتى؟ لو انا عايزه اعمل ضبط للدايت صح، اشوف نوعيه الاكل اللي انا باكلها، اكل بوعي بعقل، اشوف ايه الحاجه اللي هتديني. ده مشكله كبيره جدا، بتعمل اضطرابات كتيره على المدى البعيد على فكره الاكل ده كله، لانه هو فايده زيرو يعني. مش بنتكلم في السعرات، كمان بنتكلم اكتر في الفايده او الحاجات المصنعه. يعني انا بتكلم في نقطه اللي حد، لو في حد عنده مقاومه انسولين، سكر نوع تاني، سكر درجه اولى، عايز يعمل ايه وعايز يحسن من حالته، غير المشي طبعا والحركه. طبيعه الاكل، هديكوا خلطه او وصفه سحريه تساعدك انك انت تنتظم وتبقى مبسوط ومش متضايق. ابدأ بحاجتين، بالخضروات والبروتين. ما تبدأش بالنشويات، ابدأ بالبروتين وبالخضروات، هتشبع. هيبدأ لما تيجي تاكل اي حاجة درجة من درجات الفاكهة، او تكمل بقى بجزء النشويات، شوية الرز بتاعتك او المكرونة. طبعا انا ضد العيش او الدقيق في الفترة دي، يعني عشان الناس كلها جات لها درجة من درجات حاسة الجلوتين، الا اذا ما كانش عندك مشكلة مع الجلوتين يعني او الجلوتين. هتشبع، فهترتاح، فهتهدى. وفكر في الحاجات اللي جسمك محتاجها. انا بدخل جسمي بديله ايه، انا بديله ايه. دايما دايما اعمل تحليل كده بدماغك من عناصر ومكونات الحاجه اللي انت هتدخلها في بقك. استبدلي الدقيق بنشويات نظيفه. ايه هي النشويات النظيفه؟ الرز، البطاطا، البطاطس، الجزر، الجذور، الحاجات الطبيعيه عموما، يعني ما تدخليش تحت المكنه. نشويات نظيفه وهتشبعك وهتديك مغنيسيوم وهتديك بوتاسيوم وهتديك حاجات حلوه قوي وبتظبط المزاج. تمام. ومش هتعلي نسبة السكر في الدم بسرعة لأن فيها ألياف. إنما العيش الأبيض والمكرونة والعيش الأسمر يعني أخفهم يعني بيعلي السكر في الدم بسرعة، بيتهضم بسرعة، وأوقات بيعمل تلبك، يلزق كده. فخلينا نتفق إن النشويات النظيفة اللي متاخدة من الأرض على طول هتبقى جميلة جدا. والحبوب، الحبوب، البقوليات، البقول جميلة. مش في كل الحالات، في حد بيعاني من بعض الاضطرابات او بعض المشاكل بنمنع عنه ده، انا بتكلم في العموم. حتى نوعيه القمح نفسها يعني اتغيرت يعني، ففي برضه بيعمل بعض المشاكل. في ناس بيبقى عندها القولون العصبي او التوتر او انقباض، فبنوقف خالص العيش والمكرونه، الاتنين دول بالذات، فبنستبدلهم بالنشويات النظيفه زي ما انا قلت، فهتفرق كتير وهتشبع. والقرع، القرع جميل جدا، ده قنبله فوائد القرع. القرع العسلي سواء هيتعمل حلو خفيف او هيتعمل لوحده كده على النار بتشرب ميته، بيبقى زي البطاطا مش فارق، او يتعمل بكريمه خفيفه صحيه، او بيتعمل باللحمه المفرومه بالبشاميل. بس حتى واحنا بنعمل بشاميل مش عايزين نحط الدقيق يعني. تمام. فدي من الحاجات المهمه جدا جدا في طبيعه اكلنا علشان تشبع وتبقى تمام واعصابك تهدى. بلاش تبدا باي حاجه حلوه على معده فاضيه، بلاش تدخل النشويات الأول. أول حاجة تبدأ بيها البروتين والسلطة بعد الشوربة. ده لو في شوربة، ما فيش شوربة يبدأ بالبروتين والسلطة. هتلاقي نفسك كده كده بتشبع، خلاص شبعت، بدأت تشعر بالشبع، فجزء النشويات هيبقى أقل. وما اتحرمتش من النشويات. وما تحطش في دماغك ان انا ما باكلش يبقى انا محروم منه، لا، انت ممكن تبص له نظره ثانيه خالص. يعني لو انا هاجي ونفسي اكل ايس كريم، هبص له كده مكوناته ايه؟ دهون نباتيه مهدرجه، مكسبات طعم ورائحه، الوان صناعيه، سكر، هيبقى بزرق. الا لو فكرت اكل ايس كريم من مكان عارفه انه بيستخدم منتجات طبيعيه. تمام. فمعاكم في اي حاجه في الاكل وفي الشرب ان شاء الله برضه. ومش كل طبيعه نظام الاكل بتمشي لجميع الحالات، بتختلف.